ورجع بيكي الزمن تفتكري أول فيديو عملتيه كان عن إيه؟ وليه بدأتي من هنا؟ طبعا أفتكر وقتها كان ساعتها وقت الكورونا، وكانت الناس كلها فاتحة التيك توك وقاعدين محبوسين كلنا في البيت، والأطفال فاتحين بيعملوا فيديوز مع بعض برقصات صغيرين مع بعض في الكلاس. فكانت بنتي وهي صغيرة كانت بتبقى مع صحابها على التيك توك، بنات صغيرة بيعملوا أي ليب سينك كده عبيط على أغاني وحاجات أطفال. فقلت بقى لما أدخل أشوف إيه اللي هي فاتحاه ده. فدخلت لقيت بقى فلاتر وحاجات بصراحة تضحك قوي. ويمكن التيك توك ميزته إن هو من أجمل الأبلكيشنز اللي فيها editing سهل قوي وفلاتر مميزة وصورة حلوة جدا. فيمكن دي أكتر حاجة شدت ولفتت انتباه الناس ليه. فعجبني، لقيته دمه خفيف وفي فيديوز كل الناس بتعملها بتهلك من الضحك. فقعدت ألعب، عملت أول فيديو كان بتاع بكيزة هانم أنا هانم، أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل فكانت حاجات كلها تضحك وكنا بنبقى بنعملها ومحدش بيشوفها أصلا، ومستمرين عادي. احنا داخلين نلعب يعني زي اسمه ايه سناب شات وزي حاجات دي. فكانت من هنا بدأ التيك توك ان انا افتحه واتابع عليه حاجات تضحك. كنت عملت حاجات بقى كلها كانت حاجات بصراحة كانت ضحك جدا. بلعب مع بناتي ونتصور انا وبناتي ونعمل حاجات تضحك مع بعض. لكن اول فيديو عمل بقى حاجة اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، انا مش فاهمة ايه النوتيفيكيشنز الكتيرة دي ايه الناس ايه كمية الناس اللي عمالة تعمل فولو ده. مكنتش فاهمة بقى ايه ده، لاني عمري ما كان ليا بيج يعني على السوشيال ميديا. كلها حاجات برايفت زي اي حد يعني مع العيله وصحابه بس. فانا مش فاهمه ايه كان فيديو لمسلسل كده، كان امير كرارة عامل عامل دور كده. انا شفت المشهد ده بس انا شفتش المسلسل، بس حبيت اعمل راجل. لقيت فلفل شنب كده حلو ولبست نفس لبس امير كرارة. كان بيقول ايه يا ربي، كان طالع بقى لابس اسود كده في اسود على راسه اسود وبيقول كتة كستح كستة. انا ما شفتش المسلسل ولا اعرف ايه اللي بيحصل، بس ما اعرفش المنظر ضحكني. فقلت طب ما انا هعمل عملت الشخصية دي والناس كانت فاكراني راجل، وبعدين اكتشفوا بعد كده ان دي مش راجل، دي بنت ست يعني. بس انا كنت عاملاها شبهه قوي قوي قوي، لدرجة ان المخرج محمد سامي ساعتها هو اللي كان المخرج بتاع المسلسل ده، دخل وعلق وضحك لان هي كانت شبهه قوي قوي. ده كان اول حاجة اتعملت. لقيت بقى فولورز داخلين كتير قوي. انا مش فاهمة الناس دي بتعمل ايه فولو، عايزين مني ايه انا بلعب. ومن هنا بدأت بقى الليب سينك، وحبيت كنت اعمل الحاجة يعني لو لقيت اي فزورة مثلا. انا بحب الفوازير بتاعت زمان قوي، بتاعت نيلي وبتاعت شريهان، كنت بحبها قوي واحنا اطفال. حبيت لما اجي بعملها بس مش بقلد نيلي ولا بقلد شريهان، لا بعملها بطريقتي انا، بطريقة امي ولقيتها بتنجح قوي والناس بتحبها وبتبقى يعني وانت فايرل في كل حته. لقيت الناس بتسلم على ايه في الشارع والموضوع كبر قوي. بس اول ما بدأ بقى الموضوع يكبر ما حبيتش انه يبقى انترتينمنت بس. خلاص هعمل حاجه بقى حتى لو انترتينمنت شيك ولذيذ وما فيهوش اي بذاءات ولا الفاظ ولا اي حاجه، ما يبقاش بس انترتينمنت. خلينا نقول حاجه كويسه بقى للناس. طالما بقى عندي يعني فولورز كتيره قوي، كنت عديت يعني نص مليون مره واحده. ف ومن كل حته يعني من كل البلاد، العراق والسعوديه والاردن وكندا وانجلترا، والاقي ناس اجانب بقى بيعملوا لي فولو، لي احنا مش فاهمين انت بتقولي ايه بس بنحب نشوفك. فخلاص طالما بقى الموضوع بقى فيه ناس كتيره متابعه، يبقى انا لازم بقى احترم الناس دي اكتر واكتر. ما يبقاش بس انترتينمنت. لو عرفت بقى اعمل حاجات كده تنفع حد، يبقى خلاص اللي شافها واللي ما شافهاش او عملت اللي عليا. ومن هنا بدأ الموضوع كله. كنتي بتفكري في مين وانتي بتكتبي المشاهد؟ بتجيبي الإلهام منين؟ والله بصي، الإلهام ده بيجي مع المناقشات الكتير. يعني أنا طبيعتي بحب المناقشة قوي، حتى لو مع طفل صغير
والله هتطلعي منه باي حاجه، يا بضحكه يا بذكرى هتفتكري نفسك انت صغيره وكنت قد ايه بريئه زيه، يا اما هتطلعي بفكره بيطلع منهم افكار جهنميه الاطفال. فانا بطبيعتي بحب المناقشات، اتناقش مع كبير ومع صغير ومع طفل ومع مراهق ومع كله. احب اسمع الافكار، احب اشوف الاخبار، يعني برضو الاخبار دي انت بتعرفي منها الدنيا ماشيه ازاي وايه اللي بيجرى في الدنيا. فلو لو هتساليني عن الالهام والافكار بتيجي منين، بتيجي من المتابعه، انك تبقي متابعه الدنيا ومتابعه الناس، مش متابعه ان انت قاعده فوق نفسهم، لا، عارفه الاخبار اللي بيحصل في الدنيا، الناس ارائها ايه، تسمعي اراء وتحاولي تتناقشي فيها مناقشات يعني تبقى بناءه، حتى لو مش بناءه يعني تسمعي. من هنا كان بيجي دايما الالهام. ليه قررتي توقفي الفيديوهات؟ وهل كان في لحظة معينة حسيتي انك لازم تاخدي استراحة؟ انا وقفت فيديوهات لاني لقيت ان الشهرة سهلة قوي. بس انا قاعدة على البحر وسامعة بتنادي على جو. يلا يا جو يلا. معلش بقى حظك جه كده. وقفتها لاني بقولك حسيت، انا وقفتها من بالظبط سنتين الا كام شهر كده، وقت اكتوبر 7 اكتوبر 2024 حصل ساعتها الاحداث بتاعت غزة والمآسي اللي حصلت بعدها مع اهل غزة. فحسيت ان انا مش المفروض ان انا اعمل اي حاجة ترفيهية ولا ان انا اعمل يعني بصراحة بمنتهى الأمانة نفسي تسدد، مش عايزة أعمل حاجة، أنا عايزة أتابع الأخبار وأدعي للناس دي، أشوف إيه المساعدات اللي ممكن نقدمها، يعني حاجات إنسانية أكتر من فنية. ما كانش عندي الباشن إن أنا أقدم أي حاجة قد ما أنا كنت متألمة ومتضايقة من الأحداث اللي بتحصل حوالينا، وإحنا عاجزين مش قادرين نعمل أي حاجة. فتوقفت علشان خلاص مش قادرة. وبمنتهى الأمانة السوشيال ميديا، أنا مش من هواة السوشيال ميديا، يعني أنا السوشيال ميديا عندي كانت حاجات برايفت كلها زي أي حد عادي، صفحته للأهل والصحاب ونعمل ذكريات مع بعض، لكن مش إن أنا أقدم محتوى يعني. ومع المنافسة بقت دلوقتي في وسط ناس غريبة معرفش مين وناس بتعمل ايه وحاجات، حسيت ان انا في منطقة موبوءة، مش حابة ان انا اكون فيها، مش قادرة اقدم فيها حاجة. ودي بتبقى اعتقد مرحلة اي حد شفته في اي كارير مهما كان حبه ومهما كان بيقدم فيه كل طاقته وكل افكاره، بيجي عليه كده اوقات وبيلاقي ناس كتيرة بتدخل وبيلاقي انه يعني بقى في منافسة غير شريفة فيها، فبيقرف وبيبعد. انا ده الاحساس بتاعي دلوقتي، انا قرفانة وبعيدة. انا دخلت السوشيال ميديا من باب الهزار واللعب علشان خاطر بنتي الصغيرة اتابعها، ولقيت ناس كتير بدأت تحبني وتشوفني، وفنانين متابعيني، وناس بتبعت لي عايزيني اطلع معاهم هنا وهنا وهنا، وعروض كتير يعني تغري اي حد. وهنا بقى التكة بتاعت انك تعرفي ازاي control yourself، يعني ان انت تسيطري على اطماعك وتسيطري على احلامك بالصح مش بالغلط. مش اي حاجة تجيلك فلوس شهرة اسم كده تجري وراها
من غير ما تعرفي انت هتقدمي ايه للناس، لان دي حاجة امانة في رقبتك. الناس كتير بتشوفها، اطفال بتشوفها، بيوت بتشوفها. كلمتك هتأثر، هترجع لورا ولا هتقدم لقدام. يعني حاجات من دي محدش بيعمل لها حساب، انا بعمل لها حساب. فطبعا اثرت عليا جامد وحبيت ان انا ابعد. ولما ابقى حابه ان انا اقدم حاجه شايفه ان هي هتفيد حد، اوكي هطلع اعملها في اي وقت. ولو مش قادره وشايفه ان الساحه لا تسمح لاي حاجه، ببعد في صمت كده، وكل واحد ايه يبقى مرتاح. بس بصراحه يعني، بما انك اتشهرتي على التيك توك والسوشيال ميديا، ليه ما اشتغلتيش في السوشيال ميديا او في الفن ككل؟ الاهداف دلوقتي مختلفة، انا اهدافي مختلفة. يعني انا جالي عروض كتير وفرص كتير انك تحبي انك تمسكي فيها لو هتبحثي عن الشهرة والنجاح والفلوس وي 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 وغيره. ولكن الشهرة مسؤولية كبيرة. انتي في رقبتك ناس، انتي بتدخلي بيوت ناس بيسمعوكي، بيتعلموا منك، ولادهم بيتعلموا منك، بيحاولوا ان هم يقلدوكي. فدي بقت مسؤولية كبيرة عليكي. مفيش اسهل من الشهرة دلوقتي. لكن هتتشهري بايه؟ هي دي الفكرة. انتي هتتشهري بايه؟ هتتشهري ببذاءة وبقلع وبأنفخ واعمل زي كل الناس، ولا هتتشهري انك هتقدمي محتوى فعلا يهم الناس حتى لو هيضحكوا عليه؟ على فكرة دي حاجة جميلة انك تخلي انسان مهموم يضحك. ولكن بيضحك على ايه؟ بيشغل دماغه وهو بيضحك، بيفكر، بيغير من نفسه، بيواجه آلامه. هو ده الفن بالنسبة لي، هو ده النجاح بالنسبة لي، ان انا اقدم للناس حاجة هم محتاجينها، محتاجين يسمعوها، شعور محتاجين يعرفوا ان في غيرهم بيحسوه. ده الفن بالنسبة لي. فاحنا اهدافنا مختلفة. انا ما اشتغلتش لان النجاح بالنسبة للمؤسسات دلوقتي والشركات الانتاج وغيره، انت جبتي مشاهدة قد ايه؟ جبتي مشاهدة طلعتي تشتمي وتعملي وتسيئي لمصريتك وتسيئي لدينك ولبلدك، هتجيبي مشاهدات. فده بالنسبة لهم نجاح. انا ده بالنسبة لي قمة الفشل وقمة السقوط. فاحنا اهدافنا مختلفة. انا اهدافي غير اهدافك. انا اهدافي ان انا ابني انسان، ابني مجتمع، ابني ثقافة تحترم الاخر وتحترم الانسانية وتحترم الاديان كلها. لكن انت محتاج انك تكسب فلوس ايا كانت ايه مصدرها، ايا كان بتنفع الناس ولا بتضرهم، انت ما يفرقش معاك. فاحنا اهدافنا مختلفة. انا عشان كده ما قدرتش اشتغل، لان الفن عندي هو ده، انك تلمسي الجزء الانساني في اي انسان، انك تنميه وتطوريه بتحسي بيه وتحسي بآلامه وتطبطبي عليه. هو ده الفن بالنسبة لي. هتقدمي حاجة هتنفع البشرية بطريقة فنية ما يزهقش منها ويحبها، وتحترمي عادات وتقاليد وأعراف وكل مجتمع. هو ده قمة الفن، ان يبقى عندك قيود، ومن القيود دي تقدري تطلعي منها بعمل فني يحترم أفكار المجتمع بتاعك وأعراف ودين وكل ده، وفي نفس الوقت تعملي فن يستمتع بيه. هو ده الفنان. إنما لو على إنك تعملي شهرة أو إنك تجيبي followers أو أيا كان من الحاجات دي سهلة جدا، أرخص أنواع الشهرة، وسهلة جدا أي حد يقدر يعملها، لكن مش أي حد يقدر يكون فنان. عشان كده أنا اعتزلت الشغل، لأن ده للأسف اللي مطلوب دلوقتي، وأنا ما أقدرش أشارك لأنها جريمة. أنا بشوفها جريمة في حق الإنسانية وجريمة في حق الفن. بس احنا ما نعرفش كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة. عرفت السيمة كمان؟ رحتيها؟ رحتها. البنت اللي في السيمة قالت للواد اللي بتحبه: يا ريتني حتة منك، عايزة اكون جوه قلبك وروحك. كلام فارغ لكن لذيذ. إيمي الإنسانة بتحن لمين وبتضحك من قلبها إمتى؟ أنا بحن لكل إنسان صادق وعفوي وحقيقي
ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع غلطاته ومتصالح مع كل حاجة. أنا بحن لده، بحن إن الناس تبقى على طبيعتها وما تمثلش. أنا اكتشفت إن أنا مش بحب التمثيل كهدف وكرسالة إنسانية، لكن ما يكونش تمثيل في الحياة. أسوأ حاجة إن الإنسان يمثل في حياته، دي نقمة مش نعمة. إن الإنسان يكون ما بيمثلش السعادة، ما بيمثلش الفرحة، ما بيمثلش الرضا. أنا مفتقدة الناس دي، عايزة أقابل ناس ما بتمثلش، ناس حقيقية بتفرح حقيقي من قلبها، بتحب حقيقي من قلبها، بتود من قلبها، بتخاف على حبايبها من قلبها. أنا مفتقدة الناس دي قوي. بضحك من قلبي لما بقابل الناس دي، بحس ان انتوا كنتوا فين من زمان، عمالة ادور عليكم في الكوكب مش لاقياكم. بفرح من قلبي لما بلاقي الناس الطبيعية، الناس اللي مش متصنعة، الناس اللي حابة نفسها، حابة الحياة بكل مساوئها وبكل غلطاتها، وحابة تجربة كل إنسان يعني تستحق ان انت تقفي ليها احترام وتسمعيها. لان مفيش انسان مفيش في حياته دروس، مفيش في حياته حاجات تتعلمها. انت اتعلمتي حاجات انا ما اتعلمتهاش، وانا اتعلمت حاجات انت ما اتعلمتيهاش. انا شفت حاجات وشفت انسانيات وشفت سلبيات غير اللي انت شفتيهم، ومن هنا بتبقى اجمل حاجة في المناقشة وفي المعاشرة، انك تقعدي والافكار تتلاقى والارواح تتلاقى، بس تكون النفوس طيبة وخيرة ومش مؤذية. انا مفتقدة ده، وبسعى دايما ان انا الاقيه واعمل السوسايتي بتاعي يكون سوسايتي كده، مجتمع مليء بالسلام والبهجة والاشراق والحب والاحتضان والانسانية. لو طلبت منك توصفي نفسك في 3 كلمات تختاري ايه؟ هختار إيمي طفلة، عفوية، صادقة. هو مش صح إن الواحد يقعد يفخم في نفسه، بس لا، إحنا لازم نكسر الموضوع ده. لو شايفة في نفسك حاجة أنت بتحبيها قوليها، واللي يقول، واللي يعجب بكلامك يعجب، واللي ما يعجبش إن شاء الله عنه ما عجبه. المهم تكوني صادقة في اللي انت شايفاه في نفسك واللي انت حباه في نفسك، وتقوليه وتحسي الناس ان هم يكونوا يحبوا نفسهم. دي اهم حاجة. الناس بقى هتقول مغرورة مش مغرورة، شايفة نفسها ملاك، عيبي ان انا طيبة زيادة، يقولوا اللي يقولوه مش مشكلة. المهم انك تكوني صادقة مع نفسك، دي اهم حاجة. خليكي صادقة مع نفسك وحبي نفسك وعيشي طفولتك، ما تموتيش الطفل اللي جواكي، اوعي تموتي الطفل اللي جواكي. انا بحب الطفولة وبحب البراءة وبحب العفوية، وبحب ان انا احترم عفوية الاخرين واحترم غلطاتهم اللي ما كانتش مقصودة واتفهم ده. انا بحب ده وبحب ان انا اكون كده، واحب الناس كلها تكون كده. طالما ما بنأذيش حد يبقى اللي يزعل واللي ما يزعلش شكرا ليه. والآن مع السؤال الأخير، لو جاتلك بنت صغيرة وقالتلك نفسي أكون زيك، تقولي لها تبدأ منين؟ أولا أنا الكلمة دي على طول بسمعها من بنتي الكبيرة. يعني بنتي الكبيرة دلوقتي خلاص 17 سنة إن شاء الله، تدخل الجامعة السنة الجاية، وكل شوية تقعد تقول لي يا مامي أنا نفسي أبقى زيك، نفسي أبقى أم لذيذة زيك، نفسي أبقى صاحبة لذيذة زيك، نفسي. كل شوية تقعد تقول لي كده. بقول لها في جملة عبقرية. الجميل أنا بحبه قوي قوي قوي، الفنان الجميل أحمد مكي كان في أغنية بيقول إيه؟ ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، هتلاقي شيء يميزك عن كل اللي حواليك. اوعي تكوني صورة طبق الأصل من حد تاني أبدا، اوعي، انت كده بتظلمي نفسك. ربنا خلق البني آدمين كلنا، شوفي 7 مليار بني آدم، كلنا لينا بصمة واحدة في الحياة.
مش هتلاقي في 7 مليار بني آدم بصمة زي التانية. ده معناه ايه؟ معناه ان انت ليكي بصمتك، انت فيكي شيء مميز عن 7 مليار الباقيين. دوري عليه، حبيه، تصالحي معاه وتعايشي معاه، واللي يحبه يحبه واللي ما حبوش ان شاء الله عنه ما حبه، المهم انت حباه. اوعي تكوني اي حد تاني غير نفسك. دور بنفسك جوه نفسك، هتلاقي شيء يميزك عن كل الناس. انتي حابة، انا مثلا بحب حاجات، بحب صفات في ناس. الانسان اللي طيب قوي قدامي ده انا حابة فيه طيبته. البني ادم اللي قدامي دي قد ايه بتحب الحيوانات وبتعطف عليها ورحيمة بيهم وحاسة بمعاناتهم، ان هم مش بيتكلموا، ان هم مش بيقدروا يطلبوا ولا يطلبوا مع معاناتهم ان هم محتاجين حاجة. احب ده فيها. خدي من كل انسان تقابليه اللي يعجبك، وارمي اللي ما يعجبكيش، وشوفي انتي بتحبي ايه، تقدري تقدمي ايه ينفع للبني ادمين، تقدري تكوني سعيدة ازاي، تقدري تفيدي البشرية ازاي. مش نفسي. الدنيا دلوقتي كلها نفسي. كل الناس بتجري وتقول انا هشتغل وهعمل وهسوي وهبقى مشهورة وهجيب الفيلا وهلف العالم. محدش بيفكر ممكن يقدم ايه للناس، يقول كلمة طيبة. انت لو قلتي كلمة طيبة فانت بتحيي روح انسان تاني ممكن يكون محتاج انه يسمع الكلمة دي. ما عندوش حد انه يقول له مميزاته، ما عندوش حد انه يرفع من روحه المعنوية، انه يقدر يقدم الشيء الكويس اللي فيه. شوفي انتي عايزة تقدمي ايه يفيد الناس، وانتي طبيعتك عاملة ازاي، وما تحاوليش تكوني اي حد تاني غير نفسك. اكيد دوري جوه نفسك هتلاقي ان انتي مميزة عننا كلنا في شيء. ابحثي عنه وخليكي وراه وقدميه للناس. 7000 سنة حضارة يا مصر، وجات على 70 سنة اللي أرمط هيعيشهم وتخرب. لو فاكر إنك جيل منحوس وشفت في زمنك اللي محدش شافه قبلك، تبقى ما بتقراش تاريخك. وأخيرا أحب أشكر مروة حامد على البودكاست ده وأقول لها يعني أنتي مميزة وبتقدمي شيء مميز، وأنا فرحانة قوي إن أنا بشارك معاكي البودكاست ده، لأن صوتك فيه زي حميمية في صوتهم. انتي جميلة ويا رب البودكاست يكسر الدنيا، وربنا يوفقك للي نفسك تحققيه، ونرجع كده الحلو الجميل اللي كان موجود في أيام زمان مع شوية الجميل اللي موجود في أيامنا دلوقتي، ونعمل حاجة أجمل بكتير من كل العصور. أنا بشكرك قوي على البودكاست، وانتي من القلة النادرة اللي أنا أرتاح لهم. يعني أنا ناس كتيرة بصراحة عرضت علي بودكاست وحسيت إن هم عايزين يشتهروا وعايزين يعملوا حلقات تجيب مشاهدات وتكسر الدنيا، ويجيبوا فيها مواضيع تبقى مستفزة للناس عشان الناس تنتقدها فتجيب مشاهدات. لا، انتي مش كده، انتي مختلفة وحابة الجميل اللي موجود في الزمن الجميل، وانا حابة فيكي كده، حابة فيكي الموضوع ده قوي، لانك رجعتينا لأيام جميلة وذكريات جميلة واتمنى لك كل التوفيق يا رب اللي في الدنيا، وتعملي حلقات جميلة وممتعة والناس تستمتع بيها، ونقدر نجمع الناس المصريين الحقيقيين اللي بيحبوا الحياة واللي بيحبوا الناس واللي بيحبوا الخير واللي بيحبوا يجمعوا حبايبهم واللي بيحبوا الأصول والأخلاقيات والمبادئ والجدعنة، المصريين الأساسيين. شكرا ليكي وشكرا لاستضافتك ليا في البودكاست ده، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق والنجاح انك تستحقيه عن جدارة. وانا مبسوطة لصداقتك، لان انا بيهمني الصداقة اهم من اي عمل او اي حاجة هنقدمها. تهمني الصداقة والانسانيات اكتر بكتير، وانتي انسانة جميلة تستحقي كل الخير. بالتوفيق يا رب يا حبيبتي. في قلوب لما بتتكلم تحس ان الزمن بيبتسم، وفي ارواح بتحافظ على النقاء كأنه كنز، وإيمي من الناس دي.
في وقت العالم بيلف ويدور بسرعة، هي اختارت تقف شوية تبص ورا وتاخدنا معاها، مش بس بالضحكة لكن بروح كانت موجودة زمان ولسه عندها أمل إنها ترجع. إيمي عبيد مش بس فنانة، دي بنت كانت بتحلم وحققت ولسه بتحلم. عرفتنا إن الرجوع لأصولنا مش بس ممكن، ده ضروري. شكرا يا إيمي على وجودك وعلى قلبك الجميل وعلى روحك الحلوة اللي بتملى أي مكان تكوني موجودة فيه سعادة وحب وطاقة أمل. أنا حقيقي اتبسطت جدا بوجودك معايا وإن عرفت شخصية جميلة زيك. شكرا يا إيمي بجد، مش بس على موهبتك لكن على نقائك وعلى حبك الصادق وعلى إنك بتفكرينا إن الفن مش بس شطارة، الفن أخلاق ورسالة وروح. وطول ما في ناس زي إيمي لسه في أمل. استنونا في حلقات جاية وحكايات دايما من القلب. عنب وعناب يا هدية للأحباب يا بتاع الفيوم يا عنب بات هالنومة مرحب يا قلقاس يا مفلفل الناس والحلوة تنداس والوحشة تنداس يا عمر فين أمك يا بيت يا حزمة التوم تقومي من النوم يرموكي عالكوم يا بتاع الخزين يا بصل. أنا مش زعل، كنت بقرا في كتاب طير النوم من عيني. كتاب؟ خير عن ايه؟ عن اختراع جديد اسمه الاشتراكية. يعني ايه؟ بيقول لك يا ستي الاشتراكية دي الناس كلها تشتغل عند الحكومة والحكومة هي اللي تلم المكسب. طيب وبعد كده بقى المكسب ده يروح فين؟ ما هو مع الحكومة. بعديها يروح فين يعني؟ لا ما قريتش بقية الكتاب. ما تقراه؟ وقرا لي انا ناوي اطبق لغاية هنا بس.